السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المغاربة الأحرار، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. عقدة المغرب وكل ما هو مغربي بقى كتزيد وكتكبر عند نظام العسكر، بل وعند الشعب الجزائري. في المقابلة ديال الوداد، من بعد ما ضيقوا على الفريق، من بعد ما منعوهم أنهم يتصلوا بعائلاتهم، من بعد ما حيدوا الوفد الإعلامي مع الوداد، حيدوا لهم الكاميرات والأدوات ديالهم باش يقدوا أنهم يصوروا سواء التمارين سواء المقابلة، وزيد ناضوا أسيدي قال لك ما غاديش يرفعوا العلم المغربي. داكشي اللي داروا في ملعب 5 جويي، والكاف خدا قرار صارم ضدهم، بما أنه هذا القرار اللي خداوه هما باش ما يكونش العلم المغربي فهو منافي للوائح الكاف. هذا النظام على ما يبدو أو لا، هذه الدولة ما فيهاش عاقل. في المقابلة داروا غير 3 ديال الأعلام، داروا العلم ديال الجزائر، وداروا العلم ديال الوداد، وداروا العلم ديال شبيبة القبائل. شبيبة القبائل اللي ما خلاوهاش تلعب في الملعب ديالها بالقبائل، ولكن هزوا المقابلة وداوها للجزائر العاصمة باش ما يكونش هناك تضامن من القبيليين مع الوداد. ايضا لانهم دخلوا هادوك الهمج ديالهم وهادوك الشمكاره ديالهم باش يسبوا المغرب والمغاربه، وداك الشيء اللي وقع. واحد الكميه ديال السب وديال الشتم ما يقدرش الواحد يتصورها، وعندهم الوجه باش كيكتبوا وكيهضروا على قال لك حسن الضيافه وحسن الاستقبال لفريق الوداد البيضاوي. فكيف قلت رفعوا غير 3 ديال الاعلام، العلم الجزائري، العلم ديال الوداد يعني لوغو ديال الوداد، وديال القبائل. ولكن الوداد ولا البعثة ديال الوداد احتجت بقوة عند الكاف، احتجت بقوة وقالت بأنه ما غاديش تلعب إلا ترفع العلم ديال المغرب. هذا الشيء قام به الكاتب العام للنادي، كيف قلت قدم احتجاج رسمي للكاف وطالب من الكاف التدخل لفرض تطبيق البروتوكول المنصوص عليه في اللوائح ديالها، والذي يقضي برفع علمي البلدين الذين يمثلهما الفريقان المتباريان أو إزالتهما معا. المسؤولين ديال الكاف طبعا تدخلوا على الفور وأجبروا اللجنة المنظمة على إزالة العلم الجزائري أو لا رفع العلم المغربي. ولكن في بلاد 10 فعقل اختاروا أنهم ينزلوا العلم ديالهم في مقابلة رسمية تحت لواء الكاف، نزلوا العلم ديالهم باش ما يرفعوش العلم ديال المغرب. تعرفوا داك القصة ديال هذاك اللي خيروه، واش يتقبل صاحبه عين وحده ولا يتقبل صاحبه 2 عينين ويتقبوا ليه هو عين؟ فاختار انهم يتقبوا لصاحبه 2 عينين وتقبلوه هو عين، مهم صاحبه ما يبقاش لاباس. هاد الشيء اللي واقع مع الجزائر، كتدمر راسها داخليا تهبط العلم ديالها في قلب بلادها غير باش ما ترفعش العلم المغربي. هذا العقل الكرغولي ديال 10 فعقل، مستعدين انهم يخسروا حتى الحوايج اللي على ظهرهم فقط باش يضروا المغرب. ما تصوروش الكميه ديال السب والشتم اللي وجهوها للجمهور المغربي وللاعبين ديال الوداد. هاد الوداد والرجاء اللي من نهار بداو يجيبوا الكراغله، اللاعبين ديال الكراغله وهما اللور ولا المدربين سواء من الحضيرة الكبرى أو لا من تونس، ما حدهم ما رجعوش لعقلهم، ما غاديش تكون منهم الكاينة. عبارات السب والشتم للمغاربة هي عبارات خادشة للحياء بكلام نابي جدا، بحال داك الشيء اللي كنشوفوه في التعليقات ديالهم، بل وأكثر، وكأنهم كانوا مقرقبين وملقنين شنو خصهم يسبوا المغاربة. صراحة الوداد خداو على ودنيهم مزيان، كنتمنى أنهم يفيقوا وأن هذاك الرئيس ديالهم يفيق وما يبقاش فين ما كان شي كرغولي رخيص في الثمن يجيبوا يحطوا في الوداد. وايضا هذا نداء لهذاك اللي خدا الرجاء باش ينقيو لنا الرجاء والوداد اللي هما اكبر
فريقين في المغرب باش ينقيوهم لنا، سواء من الكراغله ولا من التوانسه، مدربين ولا لاعبين ولا في الطاقم التقني ولا اي حاجه. غير ذلك الصحفي المغربي محمد عمور اللي كان نشر بأنه بسبب الهجوم اللي كانوا هجموا عليه الكلاب ديال النظام الجزائري، صحافة المراحيض كانوا هجموا عليه من اللي كان جواد بادة علق على الماتش في الشان وصحح فيه المعلومات الكاذبة اللي كانوا كيقولوها على المغرب. هذا الصحفي اللي هو المدير ديال بين سبورت كان صرح بأنه غادي يتابع واحد السخافي جزائري قضائيا بسبب السب والشتم والاتهامات اللي ما عندها حتى شي أساس من الصحة اللي كيوجهها ليه. فانهالت عليه كتائب شنقريحة بالهجوم اللي دخلت في حالة من السعار لدرجة التكالب. تخيلوا أنه هذا الصحفي المغربي الكفء بتدوين وحدة جعل اللجان الإلكترونية التابعة للعسكر الجزائري كلها كتهاجم صباح مساء. المرجو الدعم لهذا الصحفي على الحساب ديالو على تويتر، راه مسكين كيتعرض لواحد الهجوم ما تقدوش تصوروه. باغيين بأي صفة من الصفات أنهم يطيروه من بين سبورت، خصوصا أنه هو المدير اللي كيحكم في هذاك الكلب ديالهم اللي كيقيل ينبح على المغرب. ومن بعد الافعال ديال ما داك الشيء اللي داروا الجزائر وداك الكلاب وداك السب والشتم اللي جابوا للملعب، أصدر الاتحاد القبيلي لكرة القدم بلاغا كيتهم فيه السلطات الجزائرية بإدخال جنود باللباس المدني إلى مدرجات الملعب لإهانة المغاربة ولإهانة فريق الوداد البيضاوي وتمرير ذلك على أنهم قبيليين. القبائل أو لا القبيليين ولا الاتحاد القبيلي كيتبرأ من هاد الأفعال وكيقول بأنه النظام الانقلابي الجزائري العسكري المحتل لدولة القبائل هو باغي يدير الوقيعة بين دولة القبائل المحتلة وبين المغرب، وباغي يمرر الفكرة على أنه هادوك اللي سبوا راهم قبيليين. يتبرأ هذا الاتحاد من أنه القبيليين منعوا من دخول الملعب وأنه تم تغيير المقابلة إلى مدينة الجزائر ودخلوا العسكر ودخلوا الهمج اللي تابعين لهم باش يسبوا المغرب والمغاربة، وبأن دولة القبائل المحتلة من طرف النظام الدموي الجزائري ما عندهم حتى شي علاقة بهذاك السباب والشتم الهابط واللي كيدل على قلة التربية وقلة الأخلاق، ما عندهم به حتى شي علاقة، وبأنهم علاقتهم بالمغرب والمغاربة علاقة جيدة وكيتمناو باش تبقى علاقة جيدة. شي علاش الكراغلة بغاو يضربوا العلاقة الجيدة ديال المغرب والقبائل عن طريق السب والشتم بالألفاظ النابية. كنتمنى تخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق. شكرا بزاف وإلى اللقاء.